عموما ان احنا نتبنى افكار او يبقى عندنا افكار ضد العرف السائد او ضد اللي الناس كلها مقتنعه بيه او ضد الفكره العامه اللي تم توارثها، دي مش دايما بتقابل بشيء ايجابي يعني. بالاضافه بقى احنا عندنا كده موضوع كبير اسمه المسميات. يعني لو انا بتجوز وبقول ان انا مثلا عايزه ااجل الخلفه شويه، فده نوعا ما ممكن يتقبل، يعني الفكره لحد الحد ده ممكن الناس تستوعبها. لما ابتدي احط اي فكره جوه مسمى الناس بتتخض، يبقى اللي هو عارف بقى زي افكار النسويه او التحرر، في افكار كده بنقف عندها نتناقش كتير. فلما اكون داخل على جواز واقول انا شخص مش عايز اخلف خالص، مش عايز يكون عندي اولاد، وابتدي احط ده ضمن تعريف لفكره ان انا شخص لا انجابي وبتبنى الفكره دي الوصول ليها مش سهل يعني، او ان الحد يقتنع بقناعه شبه كده دي مش حاجه سهله. فانت شخص عندك القناعه دي، فنحب جدا نسمع رايك. ما عرفتش مصطلح لا انجابي ده غير قريب قوي من مثلا سنه ونص ولا حاجه، وانا اصلا متجوز بقالي 3 سنين. عندي مشكله مع فكره التابوهات كده او الاسامي الكبيره اللي بتتحط، اللي هو زي ما انت قلتي بالظبط. فانا مثلا من زمان قوي كنت بقول من وانا يعني مراهق اصلا، بقول انا لا يا جماعه انا مش هتجوز. كنت بقول لعيلتي انا اصلا مش هتجوز. ليه مش هتجوز؟ عشان مش عايز اخلف. يعني ده كان بالاساس الارجيومنت بتاعي وقتها يعني. بعدين لما كبرت شويه وقابلت حد حبيته يعني فخلاص حسيت انه الجواز مش فكره، الجواز في حد ذاته مش فكره شريره يعني. انا بحب الشخص ده فعايز افضل عايش معاه. الحياه صعبه قوي ماشي، ويعني حتى لو انا كعبد الرحمن مثلا هقول ان انا ما بشتكيش والحمد لله حياتي كويسه والدنيا جميله، بس هي الدنيا صعبه. يعني هو ربنا قال لقد خلقنا الانسان في كبد، يعني هي قاعده. فدايما عندي فكره انه طب انا ليه اجيب شخص تاني هو اصلا مش موجود يعني هو مش موجود، هجيبه يعاني بقى معاناة الدنيا بتاعت انه عايز يتعلم كويس عشان يعرف يعيش كويس ويجيب مرتب كويس بكل الصراعات اللي في الحياة، ويعاني المعاناة الأكبر بتاعت امتحان الدنيا والآخرة، وفي الآخر هيروح الجنة ولا هيروح النار. طب هو ما كانش موجود، هو أصلا مش موجود. بس مش شايف ان دي فرضيه؟ انت يعني فرضيه انت وصلت لها النتيجه ان هو هيبقى موجود في اطار في وقت صعب، في ظروف صعبه، يعني حطيت كل الحاجات اللي تودينه وهيكون في اختبار صعب طول الوقت. فرضيه ان الطفل ده هيجي يعيش معاناه دي فرضيه قاسيه قوي. لانه انا فعلا شايف ان هي الدنيا معاناه حتى في احسن الاحوال. يعني ايا كان في رايي، ايا كان مفهومك للحياه الكويسه، لو مفهومك للحياه الكويسه الفلوس، فانا متاكد انه ابن مارك زوكربيرج بتاع فيسبوك بيعاني، ابن ايلون ماسك اللي متسمي اسم مش عارف اكس مش عارف ايه، اكيد هيعاني وهو معاه فلوس كتير. لو افترضنا ان الدنيا هي مثلا قياده، فمتاكد انه قائد الجيوش العظيم التاريخي بيعاني. هي الحياه معاناه بالنسبه لي، ملهاش علاقه بالرفاهيه من عدمها اللي فيها، اللي انت هتبقى فيها في الدنيا يعني. بتحب وبعد كده بتتجرح، بتتعشم في حاجات وبعد كده بتسيبك الحاجات دي. ف فدايما عندي احساس انه ليه؟ طب يعني انا جيت وخلاص انا اضطريت يعني انا مضطر ابقى هنا، بس ليه اجيب حد تاني ويعني انا هعاني معاه وهو هيعاني بقية حياته؟ انا يعني الفكرة بس كل سوري انا اسفه، انت شايف ان الرحله كلها معاناه؟ طب ما هي الرحله جزء من متعتها ان يكون فيها معاناه وفيها وقت تاني فيه فرحه. انت شخصيا بتقول كنت رافض فكره الجواز، بس قابلت حاجه كسرت شكل حياه ممكن تكون كانت رتيبه ما كانش فيها اي جديد. قابلت حب، فالحب غيرك فخلاك تغير قناعتك انك مش عايز تتجوز واتجوزت. فمعنى كده ان مش طول الوقت الانسان الحياه مش لا عمرها هتفضل معاناه ولا عمرها هتفضل سعيده، وده بالعكس ده شكل من اشكال متعه الدنيا، ان يبقى فيه تحدي وتحس انك فزت. الانسان جاي عشان يدخل التحديات دي او يحاول فيها طول الوقت يعني، ولحظه يحس انه فرحان ولحظه يحس ان هو مكتئب وحزين، او مش مكتئب بلاش نستخدم المفردات دي، ان هو محبط او ان هو مش في افضل حالاته. وهي دي الحياه يعني. الحكم القاسي ده ممكن ارجعه لحاجه وانت قولي هي صح ولا لا. الفكره بتاعت انه انا مش هجيب اطفال عشان ما يطلعوش في حياه او عالم انا شايفه قاسي، ده اكيد الشخص اللي فكر كده هو نفسه عايش حياه قاسيه. مش شرط خالص قاسيه بقى بالشكل الكليشيه اللي هو بقى الحياه اللي فيها ضغوطات ماديه او كده. يجوز يكون شخص مرهف لدرجه انه مش هيقدر يستحمل. يعني يبدو لينا الفكره في ظاهرها انه شخص قاسي جدا، او انه ايه ده ازاي يا ابني ما يبقاش عايز يبقى عندك اطفال وامتداد ليك. بس حرفيا او فعليا ممكن يكون الشخص ده هو من كتر ما هو مش هيستحمل اي اذى
للناس اللي بيحبها، فهو مش عايز يجيب طفل. مش حاسس ان الواحد المفروض يقول عن نفسه ان هو مرهف، بس يعني لو انا بختار بين المثالين اللي انت قلتيهم فيبقى انا الشخص مش موضوع مرهف ولا ان انا عشت حياه قاسيه، الحمد لله فعلا حياتي كانت كويسه. ما هي القسوه هنا مش مقصود بيها، يعني انا برضو عايزه ابقى احط معاك في السياق ده تعريف لشكل القسوه اللي اقصدها. حياه انا فيها حساس بزياده، او انا فيها ما بقدرش اشوف حد بيتعب، او ما اقدرش اشوف طفل بيتألم، فبالتالي انا حاسس طول الوقت اني مش عايزه اجيب حد، ابقى انا مسؤول اني مفيش حيله، مش عارف اعمل ايه قدام ده. فدي احيانا بتكون القسوه، ان انا وانا بكتشف نفسي اكتشفت ان انا شخص حساس لدرجه مرعبه، لدرجه اذياني واذيه اللي حواليا. مثلا انا برضو بحاول افتح معاك سكك يعني. يعني انا شخص عانيت فترات طويله جدا، ويمكن لسه بصارع مع المرض النفسي. فممكن يكون ده احد الاسباب بالتاكيد. انه انا دايما عندي اللي بتاع عليها انكزايتي، عندي قلق زايد، توتر. عندي توتر وقلق زايد من البني ادمين، يعني من الناس عامه. وفي يعني حياتي اليوميه بعاني بشده عشان اعرف ابدو طبيعي واتعامل طبيعي مع الناس. فالشخص اللي عنده انكزايتي ده بيبقى شايف يمكن اكتر من غيره مساوئ الحاجات. يمكن تكون الحاجه يعني 90% حلوه و10% وحشين، انا تمام بتبسط ب 90%، بس 10% دول حاضرين قوي في ذهني قوي. دايما بيحطوا تراب على ال90، يعني بيخلوا ال90 ما فيهمش متعه كامله يعني. بالظبط. فبحس انه يعني انا اضطريت ان انا اجي هنا في الدنيا، ماشي، ما كانش باختياري، بس مش مضطر اجيب حد تاني. وبالعكس انا بحس انه مش بحكم على الناس، بس بحس انه اللي بيخلفوا المنطلق الرئيسي عندهم هو اناني، هو منطلق اناني جدا، يعني زي ما انت قلتي انه امتداد ليا. طب يعني هو انت مين اصلا عشان يبقى ليك امتداد؟ ما تيجي وتمشي وخلاص، ما يعني عيش حياتك وامشي وخلاص. مش بالمعنى بتاع امتداد ان حد بقى ياخد اسمي ويبقى وكاله الحاج عبد الغفور البرعي وولده، لا، هي ممكن يكون بالمعنى بتاع انه ده حد عنده قناعه، واعتقد ان الشخص اللي واصل لقناعه بمنطق بيحترم قناعات الاخرين. يعني حد عنده قناعه ان ده اعمار للارض، ان انا عايز اجيب حد واخليه يبقى طرف مهم في الحياه، واخليه يبقى امتداد طيب في الدنيا، مش حتى ليا، امتداد للكون للبشريه، يعني مش ليا بشكل اناني بحت يعني. فبرضه دي وجهة نظر. هل قابلت ناس بتتهمك او بتقولك او بتوصفك انك اناني، ان انت مش عايز، لو انت بتشوف ان اللي بيخلف اناني انه عايز بس مجرد امتداد ليه، ممكن بقى الحد ده يقولك لا ده انت كده اللي اناني، اللي عايز تعيش لنفسك بس مثلا؟ انا برضو بفكر معاك بصوت عالي. هو الاتهام اللي بقابله اكتر هو انه انا عيل، مش ان انا اناني. انه لا مسؤوليه انت لسه صغير يعني، والكلام العبيط اللي انت بتقوله ده ان شاء الله بكره تكبر. انا عندي 30 سنه. فالناس بتفترض 30 سنه ومتجوز بقالي 3 سنين، فمعاهم حق في الافتراض، تمام. فهو ده الافتراض اللي دايما بقابله اكتر، انه طب هقابلك كمان 5 سنين هتكون معاك روز متعيه بقى كده ياسين بالظبط. بس يعني فكره الانانيه ماشي، يعني مش لازم تكون الانانيه حاجه وحشه، بس برضو باخد من كلامك انه انا فعلا مبسوط قوي انا وفرح مراتي، وعايزين نفضل عايشين كده. يعني احنا لاننا فرداني احنا الاثنين، فمثلا عرفنا قريب نعمل شهر عسل لينا 3 شهور ولفينا اوروبا ومش عارف ايه. دي حاجه لو احنا لسه مخلفين ومعانا عيل عنده 3 سنين، لو احنا يعني متجوزين 3 سنين هتبقى حاجه صعبه. انا فعلا مستمتع بده، وحابب جدا افضل مستمتع بده. بس هي الفكره برضو يعني، هي نظريه ان احنا نقول على الحاجات احكام قاطعه مانعه. الحياه اثبتت لنا بصعوبتها، وان الانسان خلق في كبد اثبتت لنا ان الحياه مش طول الوقت واقفه عند كلام فيصلي كده، اللي هو لو جبنا اولاد مش هنعرف نعمل الشهر العسل ده، او مش هنقدر نقضي ده نظريا على الارض. طبعا لو حد بيسمعنا يقول طبعا، والمصاريف والمدارس، وده كلام سليم، لكن في نفس الوقت ده شكل متعه تاني. فانت شايف انه لا، انا المتعه دي شفت مثلا ناس حواليا عندهم اطفال ومش حاسس بان دي متعه، انتوا بتوصفوها متعه، انا مش شايفها كده. ده رايك؟ هي دي يعني دي الحاجه اللي انا قريب قوي اخدت بالي منها وشفتها بوضوح في الناس اللي حواليا اللي بيكلموني في موضوع الخلفه. انه مثلا الناس اللي هم دول اللي بيكلموني انه يا ابني لا لازم تخلف وكده، دايما بشوف لمعه في عينيهم كده، سواء هم رجاله او ستات، وبيتكلموا عن ولادهم. فدي حاجه جميله جدا فعلا. يعني انا فعلا بيبقى شكله باين عليه ان هو وشه منور كده وسعيد. وكل الناس برضو بتجمع على انه الابوه او الامومه دي حاجه بتيجي يعني لما يتولد الولد، او يعني في المراحل التكوين. طبعا يعني هو في اصلا
حته في قلبك ما تعرفش عنها حاجه بتتفتح وقت ما بيكون عندك طفل يعني. بالظبط، كانه حب هذا الكائن الجديد بينمو يعني جواك بالظبط. تدريجيا لحد ما يتولد، وبعد كده يبدا برضو يكمل. آه، لكن عندي احساس انه انا مش شاري البيعه دي. يعني حلو قوي ان انتوا مبسوطين، بس انا مش شايف فيها غير المساوئ، ومش شايف الحقيقه غير انانيه من ناحيتكم انتوا الطرف الاخر اللي خلينا نقول حاجه، ان انت ممكن تكون انت مش شايف فيها المساوئ، بس ما نقدرش نقول انها انانيه من ناحيه الناس دي، الا لو في ناس يعني ممكن يكون في ناس عندها شيء من الانانيه. الناس دي انهي بقى؟ اللي هي بتجيبه وما بتربيش، اللي بتجيبه وما بتستمتعش حتى باولادها، وبتبقى بس فارق معاها انها تثبت للمجتمع انها عندها قدره جسمانيه وفسيولوجيه انها تجيب اولاد. في النوع ده من البشر دول ممكن نوصفهم ان دي انانيه بحته، لكن في المطلق ما ينفعش نقول ان كل الناس بتجيب الاولاد من منطلق ان هي بنعمل شبه الناس وخلاص. لا، في ناس مقدره النعمه دي وبتعمل ده وهي سعيده وبتنمي ده. يعني فاهم قصدي؟ عشان حتى اللي بيسمعك يبقى هو نفسه شايف انه هو حر وانا حر. عارف النظريه دي؟ اعتقد ذلك طبعا. يعني. لا يعني قصدي انه في الاخر ماشي، هو نظريا البشريه بتستفيد من الخلفه، وبالتالي الناس اللي بتخلف وزي ما انت قلتي فعلا بيربوا كويس او بيعملوا، هم بيفيدوا البشر. بس دايما انا عندي احساس انه يعني انا اي تحسن او مش اي تحسن، اي تحسين ممكن اعمله في الحياه يفضل ان انا اللي اعمله. يعني بحس دايما ان انا ليه اجيب شخص تاني واكلفه بمهمه، او مش اكلفه بمهمه بس اشيله هم انه اعمار الارض مثلا، او اشيله هم انه الحق مصر دي مصر مثلا مش عارف ايه، فمحتاجين مهندسين. انا مالي، ما انا ما كنتش موجود اصلا. يعني انا مستوعبه ان دي قناعتك يعني، بس في قدام ده برضه انا ممكن اقول لك ان مفيش حاجه بتتعمل لوحدك. يعني لو الحياه لا تستقيم والانسان بشكل فردي، يعني هو بيبقى في انسان بيعمل كذا، انت نفسك في شغلك بتعمل مهمه، اللي وراك بيكملها، اللي بعدك بيكملها، الشيفت بتاعك بيخلص بيجي حد يستلم. فده معناه ان في ناس حوالينا، الناس دول جم من امتدادات بشريه، من ان في ناس عملت اسر. كل ده احنا مش بنروح لفكره ضد الثانيه خالص، احنا بنناقش بس فكره انه بالعكس نحترم ان في وجهه نظر مش شبهنا، نحترم ان في ناس بتدعو لاشياء او هي مش بس بتدعو، بلاش الكلام الكبير حتى، ان في ناس عندها قناعات مش شبه السائد وهي عندها منطق في ده. ولكن تعالى بقى نروح لنقطه مهمه جدا، ان انا اكون عندي قناعه خاصه بيا بفكره ما هي ضد المتعارف عليه، زي ان انا لما اخلف لا انا مش بس عايزه اجل الخلفه، لا سوري لما اتجوز ان انا مش عايزه اجل الخلفه، لا ده انا اصلا مش عايزه اخلف خالص. رحله بقى البحث عن شريك يتفق معايا في الرغبه دي، وخصوصا انه انت الولد فاستوعبها منك، لكن في البنات والامومه وكده، هل رحله البحث عن شريك حياه هيستوعب الفكره دي؟ كانت رحله عامله ازاي؟ هو يعني انا من كتر ما انا مقتنع بالموضوع من زمان، فالنقطه دي كانت بالنسبه لي في الحقيقه فاصله في اختيار شريك. يعني مش عايز ادخل في خناقه انه بعد شويه تبقى مراتي عايزه تخلف وانا مش عايز اخلف، يعني مش كنتش حاسس ان ده عايز يحصل. ويمكن ده من الاسباب اللي اخرت ارتباطي يعني بحد. انا يعني فرح اتجوزنا من 3 سنين وعارفين بعض قبل الجواز قبلها بسنتين. فيعني انت ارتبطت وانت عندك 25 سنه تقريبا، وانا عندي 25 سنه. ده مش متاخر، ده بدري مش متاخر. بس بقى يعني الفريكونسي او تتابع الصداقات في حياتي قليل جدا جدا. يعني مثلا تكون فرح ثالث بنت مثلا عرفتها في حياتي. اللي هيتفق معايا في فكره ان احنا مش عايزين نخلف ده هيكون معايا في افكار تانية كتير، لان اللي هيوصل للقناعه دي هو قبلها عنده قناعات شبيهه، ان العالم قاسي، ان الحياه صعبه، ان الحياه بتغلى، فعنده مجموعه افكار هتوصله للنقطه دي. ما جاش من فراغ، لانه لو جه ليها من فراغ هيبقى بيبيعها لك عشان الجوازه تتم، وبعد كده هنحتك ببعض احتكاك كبير يعني. بالظبط. فايه بقى؟ ايوه حقيقي جدا. كمان فكره انه قناعتنا احنا الاثنين انه ليه احنا مش عايزين نخلف عشان العالم قاسي، مخليانا يعني نبذل مجهود اكتر طول الوقت للحنيه على بعض. لانه خلاص احنا اتنين واضح عندنا قوي انه الدنيا صعبه، واحنا اللي هو الانسان يعني محتاج طول الوقت حد يطبطب عليه في الحقيقه، بالذات في الزمن بتاعنا يعني. والدنيا بتجري بسرعه جدا، والناس حوالينا بتجري، والمقارنات مش سايبه حد في حاله، يعني في ضغوطات كتيره جدا.
فاللي لقيته في فرح مش بس بقى فكره ان احنا اتنين متفقين على عدم الانجاب. فكره عدم الانجاب خلتنا يعني زي ما كان في اغنيه كده لوجيه عزيز تقول ملناش غير بعض حبيبي ملناش غير بعض. هو يعني احنا مع بعض خلاص، ويلا بقى نحضن بعض ونطبطب على بعض طول الوقت بعد قسوه العالم. طيب مش شايف ان ده برضو رهان يعني رايح في حته على حتف طوب؟ يعني انه برضو ان انا اعيش مع حد طول الحياه بارادتي وانا اللي مانع ان يكون في طرف ثالث. مش بقى بنتكلم في سيناريو تاني ان ناس عندها عائق ما فهم بيحاولوا او بيحصل اتفاقات ما او ايا كان، لكن في السياق اللي انت فيه ده انت متصور شكل الحياه مع شريك طول الوقت. احنا في حياة بعض بس ما فيش حد معانا، ما عندناش حد في حياتنا، ما عندناش أطفال، ما عندناش حد بنسعى لأشياء كده عشاننا وعشانه. ما هو برضو فكرة إن الأب والأم يبقى بيعملوا كل حاجة عشان أولادهم صرف، دي فكرة برضو ما فيهاش رحمة، لأن إحنا كمان لازم نعيش سعداء عشان أولاد يعيشوا سعداء. وأعتقد ده جزء من رفضك للمنظومة دي، اللي هو كل حاجة عشان ولادنا عشان ولادنا. ده تفكير عظيم، بس ما ينفعش أنسى أنا والطرف التاني إن إحنا كمان نعيش كويس عشان نكون أب وأم متزنين يعني بالضبط. فانت لما بتفكر اني هعيش طول العمر مع الانسان ده، طب ما هو ده برضو رهان. ما المشاعر ممكن تتغير، ما هو طول مدة الحياة الوحيدة دي المعزولة هتتغير، هنكبر، مش هيكون في، مش حاسين ان احنا معانا طرف كده شبهنا شبهي وشبهها. مش عايزه ابص لسطحيه هنزهق عادي، احنا ممكن نزهق فعلا يعني. فبقى حاطط سيناريو ده يعني معاك حق. وانا يعني عجبني اختيار لفظ رهان. انا كان على بالي طول الوقت انه ده تحدي. انه انا اتجوزنا وانا عندي 27 سنه ومعانا ربنا العالم هنعيش قد ايه، بس قولي معانا 50 سنه عايشين في وش بعض. فده بجد تحدي، كان طول الوقت بالنسبه لي تحدي انه يعني ده حاجه تخلينا نحسن علاقتنا طول الوقت ببعض، نطور علاقتنا اكتر مع بعض، ما نبقاش ما يتحولش لاب وام روتينيين، فانا بروح الشغل وهي مثلا بتطبخ في البيت عشان العيال تاكل والعيال تلبس. حسيت يعني طول الوقت على بالي فكره انه وجودنا انا وهي، انا وفرح بس لوحدنا، يخلينا كل مثلا 5 سنين محتاجين نطور بجد علاقتنا عشان ما نزهقش من بعض، وعشان نفضل عندنا الدافع للعيشه. لانه الحقيقه انه وجود العيال هو دافع مهم جدا للحياه طبعا. بالذات طيب حد ايه البديل بقى في حكايتك؟ ايه البديل؟ يعني ايه البديل لفكره ان احنا نبقى، ما انت بتقول وجود الاولاد دافع مهم لتطوير الحياه وامتدادها يعني. طيب امتدادها كعلاقه هنا بقى اقصد، انت ايه البديل عندك؟ يعني بتلاقوا في بعض ايه الحاجات اللي تخلينا نكمل ونستمر؟ شكل الخناقات مع الوقت هتتكرر يعني برضو. وجود الاولاد، اصل الحياه دي تفاصيل كتير وكميه حاجات لايرز كده بتخش في بعض عشان تعمل الشبكه العنقوديه اللي اسمها الحياه يعني، العنكبوتيه يعني. فانت في الاخر شكل الخناقات لما تتكرر، شكل التفاصيل لما تتعاد وتتزاد، ايه شكل العلاقه؟ بتجددوها ازاي؟ يعني مبدئيا احنا دلوقتي بنحط لنفسنا تارجت كل 3 أو 4 سنين تسافر. بالظبط. يعني سفريه رهيبه، سفريه كبيره جدا ومكلفه وما بنعملهاش في مش العادي انها تحصل. فبنحطها ونبدا نتجه ناحيتها، نبدا يبقى ده ازاي ونعمل ده ازاي. يعني اقدر اقول ان انتوا حاطين لنفسكم شكل حياه ان انتوا الاثنين تتبسطوا، ويبقى كل اللي معانا من فلوس ان احنا طرفين جينا الدنيا، انسان وانسانه جينا الدنيا عايزين نتبسط في الدنيا، نبقى عايشين في الدنيا مبسوطين ونخرج منها من غير ما نتحمل اعباء اخرين، احنا نتحمل اعباء نفسنا. يعني انا بموت في كلمه انه الكفن ملوش جيوب. فبحس انه يعني ده حاجه مثاليه جدا بالنسبه لي، يا سلام رائع جدا. انا جيت ايا كان اللي عشته في الدنيا احاول اتبسط على قد ما اقدر وامشي من غير جيوب وخلاص بقى، من غير جيوب، من غير تبعات، من غير ورث، من يعني انا مش عايز حاجه من الدنيا. انا اصلا فعلا مش عايز حاجه من الدنيا، ولو كانوا سالونا قبل ما يولدونا ما كنتش هاجي، بس اديني جيت فخلاص بقى خلينا يعني هنا. طيب هسالك على حاجه يا عبد الرحمن بقى ليها علاقه بالناس اللي حوالينا. احنا مش لوحدنا في الدنيا يعني، لو انت بنظريتك هنبقى لوحدنا في الدنيا بس ايه، بس لحد دلوقتي احنا معانا ناس كتير. فالاهل، اهلك واهلها، الجد والجده بقى اللي نفسهم يبقوا جد وجده. هنرجع بقى للحاجات الاعراف السائده، الاب والام عندك وعندها، دي الدايره اللي بتاعتنا، الدايره الاوسع، بس خلينا في الدايره دي. ايه اتعاملتوا معاهم ازاي؟ يعني اقنعتوهم ازاي بحاجه زي كده؟ لا طبعا ما اقنعناهمش ولا عمرنا هنقنعهم، وبالنسبه لهم اللي انا بقوله ده جنان يعني. طبعا بالظبط. والموضوع الحقيقه صعب يعني، الموضوع يعني طول الوقت عامل ضغوط علينا يعني.
وزي ما انت قلتي من شويه بالذات على البنت، بالذات على الطرف طبعاً. الانثى في العلاقه طبعاً. يعني. لو كمان حد فيكم وحيد، لا اه انا محظوظ انه انا اصغر اخواتي، واخواتك ما عندهم فعندنا 10 احفاد، طب يعني ما ابويا شاء وامي عندهم الله. 10 احفاد. فايه فانا كنت فاكر انه ده هيخفف الضغط من عليا، انه خلاص بقى انتوا عندكم 10 احفاد. لا تبين انه لا، وكل يوم بتسال في طبعاً. الموضوع طبعاً. حرفيا كل يوم. فرح بقى على الصعيد الاخر، هي اكبر بنت، وكل العيله منتظره منها احفاد حالا. فالموضوع فعلا بيعمل علينا ضغط رهيب، ويعني تعاملنا معاه ساعات بناخده بهزار، يعني بنهزر مع مثلا مع حماتي او مع امي او مع ابويا. وساعات كتيره بقعد احاول اكلمهم زي ما انا بتكلم دلوقتي، لكن طبعا صعب. بيكون الرد دايما يا ابني واحنا قصرنا معاك في حاجه؟ انت ليه شايف الدنيا وحشه كده؟ يعني انا كابوك هل انا قصرت معاك في حاجه؟ وهو الحقيقه بيصعب عليا ساعتها، ما قصرتش معاك في حاجه خالص، وحياتي اصل طبعا المعاني اللي انت بتبيع بيها الفكره دي، او مش بتبيع، المعاني اللي بتعرض بيها الفكره دي هي معاني صعبه على ناس في سننا، يعني مش كل الناس هتتقبلها. فالحد الكبير هو عنده الحياه سيكونس، هو احنا بنتخرج، بنشتغل شويه، بنتجوز، بنجيب ولد، بنخويه يعني. فالسيكونس ده انت بتضربه في مقتل يعني. فهو مهما انت قلت هو مش هيقتنع بحاجه. فده اكيد اللي حاصل يعني. في يعني صراعات مستمره بقى مع اهلكم. يعني صراعات دائمه وضغوط واسئله دائمه، وبعدين الشائعات بقى تبدا تطلع في وسط العيله الكبيره، مش في وسط ابويا وامي او حمايا وحماتي بس، الاعمام والعمات والخالات. طب في حاجه، طب نروح، طب نحاول. طب ما بتروحوش للدكتور ليه يا جماعه؟ ما جربناش نروح للدكتور ومش عايزين نروح يعني. ده موضوع بالنسبه لنا مقفول، بس كل شويه بيتفتح. فالدوائر القريبه طبعا هي طول الوقت في حاله تساؤل بالدايره الاكبر جوه العيله، اللي هو طب ما تروحوا، طب ما تكشفوا، معتقدين ان ده ممكن يكون انتوا بتقولوا انكم مؤخرين تغطيه انه في مشكله ما. لكن ازاي بقى بنقابل المجتمع الواسع اللي هو احنا في مجتمعنا ما بنسيبش الامور تعدي كده، مش كل واحد حر، لا هو انت مش حر ما لم تضر، هو انت طول الوقت مش حر يعني. فبالتالي اكيد الناس بقى، الخروجات، الاماكن اللي بنروحها، اصحابنا، ناس في الشغل، اصلا فكره المصطلح في حد ذاته ان انا اقول انا لا انجابي او انا مش مع ان احنا نتجوز ونخلف، ان ده مش بالتبعيه ومش بالضروره، دي فكره اكيد بتقابل بكتير من الخضه، خصوصا ان الناس عموما بتتخض من اي حاجه تضرب لها في حاجات ثابته. يعني ما بتقبلش المناقشه. انا ممكن اكون مش معاك بس احترم وجهه نظرك يعني، بس ممكن نكتفي بهذا القدر. بس احيانا لما بكون قناعتي انا مش قويه ما بعرفش احترم وجهه نظرك، مش معاك في خناقه، بخاف طبعا بخاف تهدلي قناعتي، فبتوتر. هو يعني على المجتمع الكبير على السطح الناس يعني اصدقائنا مثلا او كده اللي هم متجوزين ومخلفين على السطح واخدين الموضوع بهزار، ولان احنا فعلا ما بنكرهش الاطفال يعني. يعني دي حاجه حاسس انها مهمه تقال، ان احنا فعلا ما بنكرهش الاطفال. فاحنا في اطفال كتير في حياتنا، سواء اولاد اخواتي او اولاد اصحابنا. علاقتكم بيهم اكيد قويه. علاقتنا بيهم قويه جدا جدا، وبن بيبي سيت ذم كتير يعني، نجيبهم البيت نعتني بيهم. لو حد خارج يقول هنودي الولاد لعبد الرحمن وفرح يعني. بالظبط. ده فعلا حاصل كتير. ففي على السطح كده السعاده بتاعت انه ايه ده، في خال وخاله فانهم روحوا خدوا العيال شويه. لكن انت اكيد عارف ان انت ماده للكلام في الاحاديث المغلقه يعني. طبعا يعني بالظبط. وساعات ده بيرفلكت برضو، بينعكس على شكل العلاقات، على شكل الانشطه اللي بنعملها مع بعض. ساعات تبدا تلاحظ انه الناس لا تدعوك في حاجات معينه، يعني حاجات الخروجات اللي الاطفال فيها رايحه تتفسح دي، اللي هو جايبين العيال تلعب واحنا نقعد نتكلم. انا ده يمكن لسه ما حصلش لان اصحابي لسه سنهم زيي، وبالتالي عيالهم سنهم صغير. بس انا شبه متاكد انه لما عيال اصحابي دول يكبروا هيبداوا يخافوا عليهم مني. ليه يخافوا؟ عشان متخيل انه الاب مش عايز او الاب او الام مش عايز يعرض ابنه او بنته وهو لسه 13 14 سنه لافكار خارج التيار قوي كده. بس ما اعتقدش اصل يعني انا حابه اعرف منك يعني الكلام ده، لو انت شخص منين ما تقعد في قاعده اول ما بتقعد بتقول سلام عليكم انا مش عايزه اخلف، اكيد انت مش بالسطحيه دي، لانك لو بالسطحيه دي تبقى الفكره جواك سطحيه اصلا، لان اصحاب الافكار القويه مش بيعرضوها بشكل سطحي، بيعرضوها لو جت السيره، يعني انت مش بتبيعها كده يعني في المطلق، صح؟ حقيقي. فبالتالي ما اعتقدش الخوف ده هيجرى يعني، تهيألي يعني انا شبه متاكد ان هو هيجرى. وعندي امثله من حاجات حصلت مش معايا انا، مع ناس شبهي يعني.
لانه حاجتين. اولا الاطفال او الشباب بقى الصغيرين خالص 11 و12 سنه وكده هيبقى عنده فضول رهيب انه يعرف ليه عبد الرحمن وفرح دول كبار كده وما عندهمش عيال، هو يمكن اللي هيسال. ولانه كتير وانت من لو في طفل سالك هترد الاجابه بتاعتك، مش هتحاول للطفل ده تقول له مثلا احنا مش حابين، احنا مثلا ما عندناش اولاد لكن انت زي يعني مش هتحاول تروح له المنطقه دي. الحقيقه عمري ما فكرت انه انا لو اتسالت من طفل هترد تقول ايه؟ هرد اقول له ايه. بس يعني لا يعني اعتقد هتلاقي الصيغه اللي اتكلموا بيها، مفيش طفل هتقول له انا لا انجابي، مفيش طفل هتقول له كده يعني مع ده ضد برضو ضد النضوج اللي المفروض يكون فيك لو دي قناعتك بحق حقيقي. لانه اصحاب القناعات الحقيقيه بيعرفوا يعبروا عن افكارهم بطريقه منطقيه لايقه لكل فئه. ما انت لو هتكلم مثلا لو حارس البيت في العماره بيسالك على مثلا مش هنفرح يا استاذ هتكلمه بطريقه، لو في حد تاني في الشغل هتكلمه بطريقه، اعتقد ذلك يعني. ده يعني ده حقيقي. وانا يعني الجزء ده عندي جدا بسبب ان انا مش مخلف ومش ناوي اخلف، ان انا بتعامل بحذر قوي 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 مع الاطفال. يعني في حاجات كتيره بسال الابهات والامهات هم المفروض يعرف كذا او اقول له كذا ولا لا. حاجات ابسط من كده بكتير. قريب كنت واخد ولاد اخواتي ولاد اخويا السينما، فبفسحهم عادي في السينما انا وفرح. فكلمنا اخويا الاول نساله احنا هندخل فيلم كذا، هل ده مناسب ليهم وهل انتوا بتفرجوهم على الحاجات اللي شبه كده في البيت ولا لا. عشان يعني بحس انه محتاج حد يقول لي كده التكست بوك، عشان هو في الاخر يعني ابنك وانا ما عنديش تجربه. وخلينا ده يبقى واضح وصريح. انا بحبه فعلا جدا ومش عايز اشوه لك اللي انت بتعمله يعني. بالظبط. ساعات بتكتشف ان هو ما بيعملش حاجه ولا حاجه، ان انت بتساله السؤال ده بتخضه اصلا اللي هو ايه ده. هو المفروض اخد بالي. بالظبط المفروض اخد بالي بالظبط يعني. انت تقدر تقول انت يا عبد الرحمن عارف عن نفسك ايه مخليك واصل لده بشكل انساني بحت؟ انا شخص بتاثر لو حصل كذا، انا شخص بتوجع لو حصل كذا، مريت بحاجه ما احبش ابدا حد يبقى فيها وخصوصا لو حد مني، حاجات شبه كده. تعرف توصف ده؟ يعني انا بالتاكيد شخص لو انا رايح الشغل ولقيت حد عنده معاناه صعبه في الشارع، زي حد مثلا ما عندوش بيت او حاجه زي كده، دي حاجه بتضرب لي يومي للابد. لو في لا قدر الله حادثه في الشارع او حد متغطي بجرايد، يعني ده بجد ممكن يضرب لي اسبوعي كله وبعيط لحظيا يعني لما ده يحصل، لما اشوف ده قصدي يعني. وقد يكون ده احد الاسباب اللي مخلياني مش عايز اجيت اتاتش زي ما بيقولوا بطفل. بس انا يعني طول الوقت بفكر فيها، ويمكن اكون بضحك على نفسي قوي، بس انا بفكر فيها بالشكل المنطقي، بالشكل اللي هو هي متعه جميله واضح وانتم مبسوطين بيها، بس انا حاسسها مسؤوليه زياده انا عايش من غيرها. على امكانياتي نقدر نقول كده يعني، ممكن نكون صراحه ونقول انها مسؤوليه زياده عن امكانياتي، عن قدراتي يعني يعني عشان امكانياتي ساعات يمكن تروح للامكانيات الماديه. بالظبط صح. ده شيء على فكره من النضوج، ان انا اكون عارف ان قدرتي وكثافتي كانسان مش قد ان انا اعمل كده. ده مستوى متحضر جدا وعقلاني جدا يعني. هي مسؤوليه تخوف قوي يعني. هو رهان على حتف طوبه على رايك يعني. انا مثلا فكري معايا ابو هتلر ده مثلا، لو احنا قابلناه دلوقتي هنقول له ايه يعني؟ يعني انا حاسس انه ابو هتلر هو المفروض يبقى مثلا المثل الاعلى لكل الناس اللي لا انجابيين، الناس كلها تبقى لا انجابيين بسببه. بس انا اسمح لي اقول لك حاجه يا عبد الرحمن، هي ما بتتقاس كده، لانه انت في النهايه انت مش ضامن اي حاجه يعني. هي الضمان عموما، فكره الضمانه في الدنيا دي حاجه خلاص، دي بكل التسلسل للحكايات وللحياه مفيش حاجه مضمونه. احنا بنجتهد في الحياه ان احنا نكون اشخاص كويسه، مره بتصيب مره بتخيب، بنجتهد، احنا في حاله اجتهاد دائم يعني. وطول الوقت الحاجات قدامك وربنا ميزك بالعقل، فان انت عقلك وداك للقناعه دي فخلاص انت مسؤول عنها بشكل تام. لكن انا ما اقدرش اقول ابو فلان او اللي طلع حد سفاح او اللي طلع حد صعب وهو يتحمل شيء من المسؤوليه. بس في جزء تاني ليه علاقه بالفرد ده. كل شخص، كل حد جاي الدنيا جاي يعيش حكايه، حدوته مكتمله الاركان يعني. في جزء منه ليها علاقه باختياراته، وجزء تاني هو مش بتاعك. اتولدت فين، مين اهلك، مين قناعات، الحاجات دي كلها حاجات ورثناها كده وهي بتاع مالناش يد فيها. بس الحاجات اللي لينا يد فيها ما ينفعش نعذب نفسنا عليها يعني، او نبقى قاسيين على نفسنا ان انا هبقى مسؤول لو فلان عمل لفلان مش عارفه ايه. دي حياه صعبه يعني. لا انا فاهم قصدك، بس انا قصدي اكتر على انه يعني لو احنا بنقول انه
احنا هي فطره بشريه وهدف اعمار الارض، فانا بس بقول انه انت ممكن تفسد الارض. يعني هو مش مضمونه زي ما انت بتقولي، مش مضمونه انه انه الفرد او الافراد اللي انت هتخلفهم هيعمروا الارض، ممكن يكون هم سبب مباشر في افساد الارض. فمش بقول ان ده سبب يخلينا ما نخلفش، بس بالتاكيد مش سبب يخليك تقول لي خلف، او فاهم قصدي؟ يخلي مثلا الاهالي يضغطوا عليا انه نخلف عشان يعني انت خلينا نقول ان انت رايح اكتر لفرضيه ان السوء هو اللي هيحصل اكتر، او الحاجه السيئه هي الوارده، نظرا لمنطقيه تتابع الاحداث، ان احنا في عالم قاسي، ان الحياه صعبه وفقا لوجهه نظرك او لتفكيرك يعني. فبالتالي بالتبعيه الولد اللي هيجي ده في السياق ده مهما انا اجتهدت هو هيروح للسيناريو السيء. انت شايف كده؟ لا، انا مهما انا اجتهدت هو هيقاسي في الحياه. هتبقى الحياه عليه صعبه، بس مش صعبه طول الوقت، يعني هتبقى صعبه في اشياء زي ما حياتك انت دلوقتي. انت بتقول ان انت ومراتك متفقين كل فتره تحوشوا فلوس وتسافروا تلفوا العالم. طب ما ده جزء جميل في الدنيا. ممكن في فتره تانية حد فيكم يتعب فيبقى في دراما في الدنيا سيئه شويه، حد تفقدوه من الاهل فيبقى في وجع، بعدها حد يتجوز فيبقى في فرح. هي الحياه يعني هي الحياه كده يعني الصبح طفل جميل في مساء تبقى انت جعيده، يعني هي الحياه كده بالظبط. فما ينفعش ان انا اقول انها ان العالم القاسي هينتج عنه اشياء قاسيه طول الوقت، او العالم الجميل هينتج عنه حاجات جميله طول الوقت. ده ضد قوام الحياه اصلا. يعني الحقيقه انا مش عارف ارد على النقطه دي غير برد انه تمام، بس لو انا مش موجود او الشخص ده مش موجود مش هيبقى فيه اصلا فرضيه لاي شيء. بالظبط. انت لا هيقاسي ولا هيتبسط. يعني he doesn't exist. فانا يعني بحسها مسؤوليه كبيره قوي قوي بجد، بس في النقطه دي يعني بغض النظر عن مسؤوليه الولاد الخلفه يعني والفلوس والتربيه وكده، مسؤوليه كبيره قوي انه من الاول يعني ربنا مش انا اللي هجيب يعني، بس ربنا من خلالي هجيب حد من اللا شيء واحطه في الامتحان ده. هينجح في الامتحان ان شاء الله، هيبقى عندي امل ساعتها ان هو ينجح ويجيب امتياز. بس هو امتحان، اللي بيجيب امتياز بيتعب في الامتحان، واللي بيسقط بيتعب في الامتحان. في الحالتين ما انا ممكن افاديه الامتحان ده بانه ما يجيش اصلا. هل بقى لو في لحظه من اللحظات الشريك اللي اتفق معاك على الفكره دي واحنا اتفقنا ان مفيش ضمانات، لو في لحظه حصل انه بنت بكل تفاصيلها بكل حيثياتها بكل رقتها بكل احساسها تجاه الاطفال اللي هي بتحبهم، انتوا اصلا ما عندكوش عداء لفكره الاطفال يعني بالزبط. لو جت في مره مراتك وقالت لك طب احنا ينفع نعدل في ده، ينفع نشوف ممكن نعمل ده ازاي يعني، هل ده فكره مطروحه عامل حسابك عليها او فكرت فيها ساعات؟ لو افترضنا سؤالك انه فرح هي اللي اقتنعت او اللي هي عايزه يبقى عندنا طفل وانا لازلت مش عايز، فهيبقى بالنسبه لي التبني هو الحل بس لعدم الانفصال يعني، فاهم قصدي؟ بس انا فعلا يعني رافض جدا فكره انه اضيف انسان جديد على الكوكب. خلاص هنتبنى طفل في اي مرحله عمريه احنا نحبها، ونبدا هو هيبقى ابننا خلاص يعني هنتعايش معاه على هذا الاساس، لانه يعني ساعتها هبقى حاسس انه انا عملت حاجه مفيده شويه انه هحاول على قد ما اقدر احسن حياه ان كان في حد حياته فيها مشكله فانا حسنتها. انه في حاله التبني هتحس ان انت تخلصت من مسؤوليه ان انا اللي جبته، يعني النظريه بتاعت ان انا اللي جبتك وانا اللي جبتك بقى فسيولوجيا وبكل المعاني دي بتحسسك دايما بعبء مسؤوليه، ان الانسان ده لو طلع شقي او طلع كويس او طلع اي حاجه فانا المسؤول. لكن ان مش انا اللي جبته فبالعكس انت بتحس ان انت عملت حاجه كويسه للدنيا، انك خدت انسان حد سابه، انسان مشرد ايا كان ظروفه، فانت خدته انتشلته من مشكله، فده هيعمل لك توازن شويه نفسي. هو ده بالظبط يعني ده فعلا هو بالظبط الموضوع. بس دون ان يؤخذ كلامك على انه على انه انا بعد شويه ممكن اتخلى عن مسؤوليه الطفل ده واقول لا ده مش ابني امشي. طبعا لا مستحيل يعني حتى عنده الاحساس اصلا بان هو خايف من المسؤوليه قوي كده يعمل كده في انسان، يعني صعبه يعني مش لايقه يعني بس فعلا فكره انه انا هبقى شلت من على نفسي التأنيب الضمير بتاع انه انا اضفت انسان جديد لهذه المعاناه الكبيره اللي اسمها كوكب الارض. في انسان اوريدي موجود انا هحاول اساعده. بس انا هقول لك حاجه يا عبد الرحمن، ما هو فكره ان انت الخوف كله من فكره ان انت تكون اضفت انسان، هي
الخلفه مش بالاضافه الفسيولوجيه، يعني الخلفه مش ان انا ابقى عندي قدره على الخصوبه كذكر فاجيب طفل، هي مش دي الخلفه اصلا. هي الخلفه هو اللي انت هتعمله في التبني ده، هي التربيه. يعني هو لو انت ما عندكش مشكله في التبني، فبالتبعيه انت ما عندكش مشكله في التربيه، في التسلسل بقى، ان انا هقول له، ان انا هعلمه، ان انا هحاول اوفر له بيئه صحيه. فده معناه ان في تسلسل اهو. ما هو الاب والام مش اللي بيخلفوا بس، الاب والام كما ربياني صغيره، يعني اللي هو التربيه. يعني هم ازاي ربوني، مش بس ان هم حد، ما ياما ناس، ما احنا بنشوف ياما ناس بتخلف وترمي. لكن مش ده خالص، هو مش دي الاضافه بتاعت الدنيا. الاضافه هطلع انسان عامل ازاي. فمش هنا شويه كده يبقى وقعنا تاني في نفس المنطقه، ان انت اللي برضه هنقول برضه ده ابن عبد الرحمن يعني. انا فكرتي الدائمه، ويمكن هي متطرفه شويه، بس بشوفها بشكل عام على كوكب الارض عامه، انه بجد البشر مش حاجه حلوه. ماشي، البشر مش فكره حلوه، مش افضل حاجه، يعني في كائنات تانية الطف. وفي مننا 8 مليار بني ادم، يعني بجد خلاص كفايه بقى. يعني مش حدوته اهي. فانا يعني بشوف فكره، يعني قصدي الفكره دي بتعني بالنسبه لي الكثير فعلا. فكره ان انا ازود شخص تاني في مكان احنا اصلا اللي مبوظينه. انت تقصد هنا بقى الزياده العدديه، ان انت ما تضيفش واحد، ما يبقاش 8 مليار وواحد، لكن لو حرفياً. ياخد من 8 مليار واحد عنده ظروف صعبه، انا ممكن العب اللعبه حرفيا بجد او دي. بلاش نقول اللعبه عشان برضه ما تبقاش كلمه راحت كده. ممكن اتبنى الفكره دي، يعني تمام، لكن ان انا ادخل واحد كمان لا. ايوه بالظبط. انا يعني انا كلامي كله من فكره انه في شخص، او هو مش شخص، هو حاجه مش موجوده في علم الغيب، وانت بتجيبها. ماشي، بتدعي ربنا وبتبذل مجهود وربنا بيبعتها لك. بتشيل بقى هذه المسؤوليه. يعني فانا فعلا فكره الزياده العدديه، يعني الزياده العدديه للبشر، انا مش حاسس ان دي اصلا فكره كويسه. انا شايف ان احنا المفروض نقل ماشي لحد ما ننتهي والكوكب يبقى احسن بكتير مننا. انا هسألك على حاجه ممكن تكون شويه، مش عايزه اقول تبدو سطحيه يعني خالص، لانها في شكل تفكيرك انت ومراتك يعني، والناس اللي اختارت ان هم يكونوا عايشين حياتهم لوحدهم وما يكونش في اطفال. في بعد كده دايما بيكون مع التركيبه دي في الافكار، ان احنا نربي مثلا حيوانات، او ان احنا يبقى عندنا صح. يعني طبعا مش عايزه خالص الكلام يتاخد بمنظور ان احنا بنربي اي حاجه قدام حاجه تانية، ما فيش اي مقارنه ما بين ان احنا يبقى عندنا طفل وابن، وما بين ان احنا نبقى بنربي حيوان اليف مثلا. بس هل انتوا عندكم التوجه ده؟ يعني في ناس بتاخد فجاه توجه انها تكون مهتمه جدا بالكلاب، مهتمه جدا بالقطط، مهتمه بده قوي يعني. فكره الاهتمام بالروح يعني. انا من زمان، يعني من وانا عندي مثلا 15 سنه ولا حاجه بربي كلاب. يعني فانا يعني انا بحب الكلاب جدا، وطول الوقت بربي كلاب، وعندنا التوجه ده. حاليا ما عندناش كلاب انا وفرح، بس يعني فعلا خطتكم مثلا ان انتوا تجيبوا حاجه تربوها بشكل بس انا ما اعرفش ايه ربط ده بالطفل بالنسبه لي في دماغي. بص، هي ما اعتقدش رابطه بالطفل، يعني هفكر معاك وانت قول لي. هي رابطه بالدوشه او الونس او احساس المسؤوليه اللي مش مربوط بالاضافه للكوكب، اللي هي بقى زي اللي خوف منك. هي احساس ان انا بيبقى فيه بس حد مهتم بيه، بيدعم احساس الاهتمام. اصل الانسان صح. اصلا من لحظه وجوده في الدنيا بيحب يبقى عنده حاجته. الطفل بيحب يبقى عنده لعبته، الحد بيكبر بيحب يبقى عنده ممتلكاته. فبالتالي طبعا بالمعنى الايجابي للكلمه يعني. فبالتالي انك تكون بتربي حيوان اليف ممكن يعني مش عايزه اقول يعوض، طبعا مفيش حاجه تعوض ده عشان برضو نكون بنتكلم ومنصفين، يعني ان الحد يكون عنده اولاد، لكن هي بترد على غريزه الاهتمام، على غريزه ان احنا نبقى بنهتم بكائن حي. فممكن يكون كده، يعني معاك حق. غريزه الاهتمام وغريزه او ما اعرفش غريزه ولا لا، بس يعني فكره انك تشوف مردود من ده. انه انا جبت بوبي وهو عنده 3 شهور، وبعد كده بشوفه عنده 9 سنين وكبير وبيسمع كلامي مثلا وكده. فالمردود بتاع المجهود اللي انت بتبذله في تربيه الكائن الحي ده بتشوف حاجه بتتطور قدامك يعني. بالظبط. دي حاجه ساتيسفاينج جدا، حاجه مرضيه جدا يعني. بس عايز اقول لك حاجه، انه انا الكلاب اللي انا ربيتها والكلاب اللي انا ناوي اجيبها بخليهم ما يخلفوش. بنفس النظريه، نفس المنطق بالظبط. يعني هو في الكثير من الكلاب في الدنيا واغلبهم بيعانوا، فمش عايز اجيب كلب تاني. مش عايز اضيف بالذات انه في الكلاب بقى، يعني انت لما تجيب كلب بتبيعه، ولما بتخلف بتبيع وبتكسب فلوس وكده، فهي حاجه بالنسبه لي مرفوضه خالص يعني. الحاله دي في حد ذاتها، انت
نقدر نقول ان منظومه ان احنا نزود الكائنات الحيه كائن حي هي بالنسبه لك شيء ظالم للكائن الحي. يعني لا، هو في كفايه، في عدد كافي من الكائنات الحيه ونكتفي بهذا القدر. عارفه ليه؟ لان انا يمكن اللي مجمد قلبي في الموضوع ده انه انا عارف ان انا واللي زيي عمرنا ما هنبقى اغلبيه. فانا يعني طول الوقت عندي احساس انه في غيري هيخلف. لو انتوا حاسس بمسؤوليه ان العالم هيحصل له مشكله يعني عادي يعني. بالظبط، يعني لو هو في حرص على انه العالم يستمر او انه نوع الكلاب يستمر او ايا كان، في حد غيري بالتاكيد هيعملها، في اضعاف الناس غيري هتعملها. ايوه. فانا خليني انا بقى بعيد عن القصه دي وربنا يوفقكم. هل بقى في حالتك انت بقى كعبد الرحمن، يعني لما بتشوف اطفال ولما بتشوف الحاله دي وحاله ان الطفل مثلا شبه باباه او شبه مامته، تلاقيه بيبتدى يعمل الحركات بتاعت الاطفال، والاطفال بقى وهي صغيره اصلا، لو انت حتى عارف فيلم ملاك وشيطان بتاع رشدي اباظه، يعني مهما كان الحد قلبه قاسي، قلبك بيتحرك قدام الطفل حاجه تكوين كده فظيع يعني. فبتحس بايه في اللحظه دي؟ بتحس ان انت شايف طفل صغير كده، مفيش لحظه جواك، انت انسان في الاول في الاخر يعني، ان انا يعني ده ممكن يجرى، بس لو العالم بقى مكان افضل، لو الحياه اتغيرت، اللي هي بقى الاشياء اللي مش عايزه اقول بقى يعني تبان يعني ملائكيه كده، او يعني حاجات مش ممسوكه يعني، بس هل ده مع انه اصلا طموح ان العالم يتغير ده في حد ذاته طموح غير منطقي، لان العالم عمره ما كان ماشي اصلا بلا مشاكل. ده احنا للعلم، وده ممكن كلام ناس كتير تتفاجئ بيه، احنا من الاجيال اللي مع كل الظروف الصعبه اللي بتمر بيها كان في اصعب بكتير، يعني مع قراءه التاريخ كان في ظروف اصعب بكتير جدا يعني. فبالتالي هل انت لما بتشوف بقى الطفل ده بيحصل لك ايه؟ الطفل الصغير لسه مولود او تروح تبارك لحد، بيبقى ايه احساسك؟ ببقى مبسوط يعني. انا فعلا ببقى مبسوط، وبتبقى يعني سبحان الله، وبص صغير ازاي وبيعمل كذا، سبحان الله بيعمل كذا. ولما الاهالي بيبداوا يحكوا لي عن الحاجات اللي ابتدى يعملها الطفل وابتدى يتحرك ومنبهرين بيها جدا، بنبهر بيها انا كمان. بس طول الوقت بحس انه يعني ده الحقيقه ما بيحركش جوايا انه انك تقوم بنفس الدور ده وتجيب نفس الطفل ده يعني انا شخص عندي قناعه عدميه حقيقيه يعني فعلا، لانه بتدعي يعني. لانه ممكن يكون حد شايفني بدعي، ما اعرفش، بس يعني انا فاهمه قصدك جدا، فاهمه. بس انا يعني على فكره انه العالم مش هيتغير. طبعا يعني انا عندي القناعه دي قوي. انا عندي القناعه دائما انه العالم عمره ما هيتغير، واي تغيير عايزه يحصل هيحصل على المستوى الفردي. خلينا صراحه كمان، هو لو اتغير مش هيحصل في ال70 سنه اللي احنا عايشين فيهم يعني، هو لسه قدامنا كتير يعني. فكده كده انت واولادك مش هتلحقوا تمام يعني. فدايما عندي الفكره دي انه لا يعني بجد العالم مكان قاسي وعمره ما هيتغير. فبالتالي الفكره في حد ذاتها، نقدر نقول ان فكرتك انت عبد الرحمن ومراته، فكره ان احنا قررنا نكون لا انجابيين وما نخلفش. وخلينا كمان اقول لك حاجه، احيانا الموضوعات بتبقى اخف واستقبالها اسلس لما نبعدها عن المصطلحات. احنا مقررين يعني احنا مقررين اتجوزنا وقررنا ما نخلفش. فكره بقى لا انجابيين والنسويه والكلام ده هو اللي بيودي الموضوعات في حيطه يعني. لكن احنا بمنتهى السلاسه، عارف، في تغيير يعني يطلع بره، احنا اتجوزنا وقررنا ما نجيبش اولاد. ولانه كمان المصطلحات بتخلي اللي يسمعها يفترض انه كل الناس دي على نفس الصفحه او على نفس الارضيه زي ما بيقولوا. والمصطلحات عندنا كمان فيها مشكله كبيره، ان دايما بتحسسك ان دي حاجه غلط. المصطلح ده معناه في حاجه غلط يعني، عارف لما الامور تتقال بالطريقه كده اللطيفه تمام، لكن كلمه حاجه تحطها قبل الكلام في مشكله، هنا في مشكله فللاسف يعني. فخلينا نقول انه انت القناعه دي والفكره دي اللي انت بتتبناها، ان انت ومراتك قررتوا ان انتوا ما تجيبوش اولاد، مفيش حاجه بعينك شايفها في مستقبل قريب ممكن تغير القناعه دي. ولكن هل عندك فرضيه ان ممكن حاجه تجرى بره ضماناتك، اللي احنا قلنا 100 مره احنا بنتكلم انه مفيش ضمانات ان ده يحصل فجاه، ولا ايه؟ يعني المساحه اللخبطه دي اللي هو انت مقرر ان ده مفيش حاجه هتغيره، انه يحصل فجاه انا اتغير. مفيش حاجه هتغير القناعه دي، مفيش حاجه ممكن تجرى. اتمنى انه مفيش حاجه تحصل تغير القناعه دي، بس انا دايما حاطط الاحتمال في مؤخره عقلي كده انه يمكن اتغير. وهذا الاحتمال او يعني من رؤيتي انه الانسان بيتغير غصب عنه يعني. دي اللي يمكن فيها بقى شويه قلق وخوف انه ده يحصل بعد فوات الاوان. طبعا. لانه في الاخر يعني هو موضوع يعني علاقه بقدراتك الجسمانيه طبعا بالزبط. اكيد. فدي نقطه بقلق منها.
بس زي ما بدات كلامي بجد اتمنى انه ما تحصلش اي حاجه تخليني اغير ده، لانه انا في اللحظه الحاليه مقتنع بيه قوي، فحاسس انه يعني مش عايز هحبني، الرصيد بتاع الاقتناع ده يفضل مكمل معايا. خايف بجد ما احبنيش لما اخلف، ما احبنيش انا، مش بتكلم على الطفل، احس ان انا فقدت نفسي يعني. انا شايف انه دي حاجه مش صح بكل بساطه دلوقتي. بتحاول تقنع حد بفكره ان احنا من الناس ما تخلفش، ان احنا نتجوز وما نقرر ما نجيبش اولاد؟ بتحاول تقنع وتبيع الفكره دي كده؟ لا خالص، يعني خالص، لاسباب كتيره، بس يعني من اهمها انه اصلا كان عندي مشكله ضخمه في تربيتي مع فكره ان انا عايز اقتنع بالحاجات والاولياء الامور مش راضيين. انا مش راضيين، بس مش دايما في المساحه في حياتنا انك تقعد تقنع ابنك الصغير بانه اعمل كذا يا حبيبي وما تعملش كذا ومش عارف ايه وكده. فكان عندي دايما احساس ترعرع جوايا كده انه اللي مش شبهي براحته، قصدي يعني مش هخش خناقه مع الناس يعني، او مش هخش خناقه مع العالم، عشان انا اصلا الافكار هي افكار شخصيه، فانا مش عايزها تبقى حركات ماشيه في العالم، يعني هي فكره شخصيه يعني. فانت وزي ما انت قلت يعني هو العالم فيه 8 مليار، فلما تكون دي فكرتي انا و50 ولا 100 ولا مليون واحد مش هنأثر في اي حاجه على في حاجه الدنيا يعني. وكويس ان انا ما نأثرش يعني، خلي العالم مستمر، لو انتوا شايفينه كويس كده اتفضلوا يعني، فاهم قصدي؟ انت في وقت مثلا بعد فتره ما وربنا يديك العمر والصحه، وحسيت في لحظه بعد ما خلاص سنك وصحتك ما بقيتش تقدر ان انت تجيب اولاد، لكن في لحظه جالك احساس ان هو انا كل اللي راهنت عليه ده زمان ده طلع يا ريتني كان بقى عندي ولد. هل عقليه عبد الرحمن اللي بتفكر بشكل استباقي دي عندها تصور الشخص اللي بيفكر في الحاجات 1 2 3 هيبقى ايه شكل القرار؟ التبني على طول يعني. انا عندي فكره انه انا مش عايز ازود اعداد في هذا الكوكب المزري، فهجيب حد، هتبنى حد. طب وانت سنك كبير هتتبنى حد عشان تقدم له ايه ويقدم لك ايه؟ مش فيها انانيه بقى ان انا اتبنى حد عشان يشبع لي رغبه، بس انا بقيت كبير مش هقدر اقدم له حاجه مثلا؟ مش دي برضو شيء من الانانيه؟ يجوز يجوز بس الواحد ساعتها يبقى عنده قناعه انه انا بحاول احسن حياه هذا الشخص يعني في رايي لا يستوي انه انانيه انه اجيب حد من اللا شيء واحطه في امتحان الدنيا، بانانيه انه حد اوريدي بيعاني وموجود في الدنيا وبيعاني، وانا بحاول اساعده بقى، وانا صحتي مثلا مش كويسه فمش هلعب معاه لو هو طفل، بس هقدر اوفر له احتياجات ماديه مثلا ما كانتش عنده مثلا. بس يعني فعلا بالنسبه لي دي حاجه يعني، فكره العدم مقابل الوجود دي بالنسبه لي فكره مهمه جدا. انا مش حابب ان انا اجيب حد من الناحيه دي واحطه في الناحيه دي. لو في حد في الناحيه دي اوريدي وحياته صعبه، وانا الزمن اتغير بيا وبقيت محتاج الاحساس العاطفي، بقيت محتاج حتى الاحساس المادي او يعني المساعده الماديه او كده، لا هروح للشخص اللي موجود. ونقدر نقول انك وقتها هتقدر تقدم له اشياء مناسبه للمرحله، يعني مثلا لو هو حابب يبقى في تدعيم مادي، يبقى في تدعيم اسره انه يحس بده، فيبقى هتقدم له في حدود الامكانيه يعني، برضو ده وارد يعني. بالعكس انا بكمل على كلامك انه ممكن يكون لو انت بتقول ان انانيه وجود الحد اللي اوريدي موجود لا تضاهي انانيه ان انا اجيب حد اصلا انا اللي ابقى انا ابوه واجيبه من بدايه القصه كده، فبالتالي ممكن الشخص ده اديله بالامكانيات المتاحه يعني بالظبط يعني اديله بالمتاح، لانه كده كده احنا مش ملزمين، هو كبير اصلا جاي لي كبير، لانك مش هتتبنى وقتها طفل صغير اعتقد يعني، هيكون على الاقل حد كبر، لانك انت بقى هيبقى بمنطق السن والامكانيه يعني. طب خلاصه القول كده نقدر نقول انه عبد الرحمن وفرح اللي اتجوزوا وقرروا ان هم مش هيخلفوا، قرروا ان هم مش هيجيبوا اولاد خالص يعني، ومش هيساهموا ان هم يزودوا طفل، عدد واحد طفل على ال 8 مليار اللي موجودين في الكوكب، ان ده كان ليه علاقه بشكل اساسي بمعرفه قدراتهم الانسانيه، قدراتهم النفسيه. احنا عارفين ان قدراتنا مش هتقدر تستوعب او مش هتقدر تكفي طفل بكل احتياجاته بكل مشتملات المطلوب في التربيه. الاجابه احنا عندنا القناعه دي من بدري، من قبل ما نتجوز بكتير، انه بالتاكيد حياتنا كده كويسه كده، اللي هو احنا الاثنين فرداني كويسه ومبسوطين بيها، ماشي. ده بالنسبه لنا اكيد. ايه مش اكيد؟ حياتنا هتبقى عامله ازاي لو جبنا طفل؟ يعني قدراتي
قدراتي المشاعريه انا يعني بتجرح بسهوله وبعيط بسهوله وبشوف حاجات بتضايقني بتقفل لي حياتي. فانا يعني انا عارف انا شخصيا مش هتكلم عن فرح، بس انا شخصيا قدراتي المشاعريه تخوف قوي من اني اجيت اتاتش بالطريقه دي لطفل. وزي ما بقول انا متاكد انه انا دلوقتي حياتي مبسوطه، ومش متاكد هتبقى عامله ازاي لو جبنا عيل، فواي ريسك ات. انت عارف يا عبد الرحمن فعلا يعني فاهمه جدا كل كلامك ده، ومقدره ان يكون في حد على فكره بيعرض فكره تبان غريبه، ولكن في اصلها هو يبان قد ايه هو شخص حساس جدا، ويبان قد ايه هو ده اللي عايز يفهمها كده. في ناس كتيره ممكن ما تفهمهاش كده، وتفهمها ان ده مجرد اختلاف عن السائد، وان ده حر تماما يعني. ويا ريته هو حر ما يبقاش مؤذي، يعني يا ريته هو حر ما يقولش كلام قاسي. بس اعتقد جدا ان ده ليه مرجع انت لما بتقعد مع نفسك بتبقى عارفه. اكيد انت في عبد الرحمن، في تكوين عبد الرحمن في طفولته في مراهقته، اتعرض لحاجات خلته مش عايز يعيدها تاني. تهيألي يعني انت ادرى. لا يعني يجوز. يعني هو في فكره انه انا الابن الاصغر بعد 4 يعني، والفروق العمريه ضخمه بيني وبين اخواتي. ضخمه يعني. اخويا الكبير بيني وبينه 18 سنه. اخويا الاكبر خالص يعني اقرب حد ليا بيني وبينه 6 سنين. فانت عشت مع اب وام زي ما يكونوا جد وجده نوعا ما. طبعا ده ما يقللش من ادوارهم اطلاقا طبعا. بس فكره فروق العمر دي كانت احساس الجد والجده يعني. كانت احساس بالزهق من ناحيتهم. انا كنت بحس كده، او لا مش عارف كنت بحس كده، بس دلوقتي بحس كده. تقدر تقول ان انت زهقان لهم، يعني حاسس ان هم عملوا ده اكتر من مره. يعني ما قالوش بشكل صريح حاجه فيها اي مضايقه، لكن انت حسيت ده. يعني انا مثلا عندي مشكله تافهه جدا. انه انا ماليش صور كتيره وانا صغير. ده بيؤكد لي احساس انه هم جابوا 4 قبلي ولعبوا معاهم بقى كل الالعاب وصوروا وعملوا خلاص، فما صدعناش بقى. فيمكن دي يعني دي بذره برضو ليها علاقه بالقناعه اللي انت واصل لها ان انا مش عايز يبقى عندي اولاد. يعني انا متاكد انه دي حاجه مهمه في حياتي طبعا. احتمال كبير جدا فعلا تكون منعكس على فكره الخلفه، خوفا من الوصول للمرحله دي طبعا. او خوفا من مسؤوليه انه الطفل ده بعد 30 سنه يحس ان انا قصرت معاه في حاجه. انا يعني بكون مرعوب كل يوم بالليل، وبقعد افكر كتير قوي هل انا ضايقت حد النهارده في الشغل او في الشارع او في سواق الميكروباص او مش عارف ايه ولا لا. فمش متخيل ابدا انه تجيب حد وتبقى شريك في ان هو يتاذي ما تعرفش تساعده، او انت شخصيا تاذيه لمده حياته. يعني بنتكلم على حياه بقى بني ادم، مش على لحظه قابلت فيها حد في الشارع. خليني اقول لك ان كل الكلام اللي من عينه ان اقول لك ان الحياه مش مضمونه او الكلام ده كله مش هيكون مجدي، لان انت قدام مشكله نفسيه اعقد من الكلام ده. وانا اعتقد ان انت حد ناضج بما يكفي ان لما يسمع الكلام ده يستقبله. صح يعني انت قدام مشاكل خاصه بيك اعقد من الكلام اللي من نوعيه الحياه واحنا مش ضامنين. كلام منطقي وسليم، بس اللي جواك انت اعنف، وهنا ادق تعبير، يعني حاجات متراكمه كتير جدا، يعني حاجات جوايا كتير متراكمه ولما خرجت للعالم وادركت العالم لقيته قاسي جدا. فلا بالنسبه لي الموضوع لا يستحق بجد، لا يعني لا يستحق لا المسؤوليه ولا يستحق المخاطره. خطتك انت وفرح كواحد واحده متجوزين قرروا ان هم ما يخلفوش، بعد الزمن ربنا يديكم العمر والصحه، ان حياتكم وانتوا كبار كده هتبقى عامله ازاي؟ يعني دايما الكبار بيبقوا بقى يقول لك هنجوز العيال، انتوا خلاص الشكل الدراما دي مش عندكم في الحياه بعد قراركم بعدم الانجاب يعني. فشكل الحياه مخططين لها شكل؟ دايما عندنا تخيل كده انه يا رب نكون متقاعدين، عندنا ما يكفي من التأمين المادي اللي يخلينا متقاعدين بدري قد ما نقدر. واول ما نحس انه احنا الاتنين مش قادرين نساعد بعض صحيا، يلا نروح دار مسنين نقعد فيها. ودار المسنين مش حاجة بائسة في رأيي، غير عشان الأولاد لما بيودوا أبهاتهم أو أمهاتهم يعني، فيبقى ده هو البؤس وإنه في الجحود وكده القسوة والكده. بس أنا راجل كبير لوحدي، يا جماعة مساء الخير دخلوني اعتنوا بيا.
يعني يعني ده خلينا نقول ايه، طبعا الرد بتاع اللي هو طب ما انت لو كنت جبت اولاد كانوا هم اللي قاموا بالدور ده، هيرجعنا لنقطه ان دي انانيه في وجهه نظرك، ان انا اجيب اولاد عشان هم اللي يقوموا بالدور ده. ان انا اجيب ولد اعيشه 60 70 سنه في الحياه في امتحان صعب جدا جدا جدا، وامتحانات متتاليه واختبارات وخبطات وحاجات كويسه وحاجات كده، بس عشان انا لما يبقى انا عندي 70 سنه يبقى هو يساعدني؟ لا، ممرضات موجودين. بص انا احترم جدا وجهه النظر دي، خصوصا لما يكون اي وجهه نظر في الحياه صاحبها عنده حيثيات وهو بيقولها وعنده قناعه مش بيضر بيها حد. انت مش بتقول يا جماعه اعملوا كده كلكم، ومش بتقول ان انا عايز الناس كلها تاخد قرار بعدم الانجاب، وان انتوا لو مش، والكلام بقى اللي هو لو هتجيبوا عيال ومش هتعرفوا تربوها فما تجيبوهاش احسن، اللي هو كلام صح جدا يعني. بس انت مش بتنادي بده، فبالتالي هي قناعه خاصه، قناعه انت مقتنع بيها وشايف وعندك حيثياتها اللي عرضتها اللي ليها علاقه باني مش هزود عدد ال 8 مليار واحد، انا ممكن اكون سبب في تعاسته، ولو حتى كان سعيد، فلو لحظات التعاسه دي لو كانت لحظات انا مش هقدر عليها كعبد الرحمن، كانسان بكثافتي النفسيه اللي انا عارفها كويس وتعرفت عليها على مدار حياتي، مش هقدر على ده. ولقيت شريك اتفق معايا على ده، ومش بطلب من المجتمع ان هو يعمل زيي، بس بطلب منه ان هو ما يهاجمنيش على الفكره، اعتقد صح يعني يعني دلوقتي مش عنيف يعني. دلوقتي حالا انت بتسالي السؤال، انا سرحت بفكر يا ترى الناس لما تشوف الكلام ده هيبقى ايه رد فعلهم؟ هتشتم ازاي؟ لان انا عارف انها هتشتم. اعتقد دايما هنرجع لنقطه ان اللي بيشتم على افكار مش شبه افكاره، المشكله في افكاره، خصوصا ان انت مش بتهد قناعه ليها علاقه بعقائد، او انت مش بتهد كمان، انت بتتكلم في قناعه هي شخصيه بحته جايه من واحد عرف امكانياته، ما نحترم ده. ومش بتقول ان ده العرف السائد، دي قناعتك الخاصه، ومش بتقول يا جماعه يلا اعملوا كده. انا بقول بكل بساطه انا ذكر قابلت انثى وهنفضل كده، مش هنزيد. انتوا زيدوا، يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه، بس انا ومراتي اتفقنا ان احنا هنفضل بالطريقه دي، وهنتحمل تبعات ده زي بالظبط ما اللي بيخلف بيتحمل تبعات ده بحلو وبمره. انا كمان هتحمل تبعات ده بحلو وبمره، ومش هطلب من حد بالظبط، مش هروح اطلب من حد ده انا ما خلفتش فتعالى بقى اعتني بيا. لا، انا اهو كلامي واضح، الممرضات موجودين، انا مش عايز حاجه من حد. فبس سيبوني في حالي وانا كويس وخلاص. لو الرد بتاع ان اللي هو ما حدش هيعتني بيك زي عيالك والكلام ده، عندك رد على ده؟ يعني فكره ان هو انا ممكن اقول لك ما هو ما فيش حد ابدا هيعتني بيك قد ولادك. مش ده حقيقي، بس مش هل هي يعني هو ميزان. طبعا يعني ما حدش فعلا هيعتني بيا زي ولادي طبعا، بس هو بالنسبه لي الموضوع ميزان. يعني انا هقدم ايه، او انا شخصيا هتعب نفسيا ازاي مقابل الاعتناء الفعلا حلو الجميل الرائع ده. لا، انا عبد الرحمن مش عايز ادفع الثمن ده، وهدفع ثمن حاجه تانية، اللي هو هدفع ثمن انه هبقى قاعد وسط ممرضات غرب. فكره عدم الضمانات، وان ما حدش ضامن عمره ولا ضامن اي حاجه في الحياه، جزء كبير برضو فكره انه انت لو اخترت انت ومراتك تعيشوا من غير ولاد خالص وتقرروا ان مفيش انجاب، ففي تخوف للحظه ان حد فينا يفقد التاني فجاه. هل ما ده في برضو شيء من المسؤوليه، وخصوصا لو انت قدامي الشخص اللي عنده احساس مرهف وعالي جدا مخليه مش عايز يجيب اطفال عشان خايف لا يتعذبوا في الحياه، فانت نفسك ممكن تحس لو انت ابتديت تتعب انه طب انا هسيبها، طب ايه يعني. انا يعني هي دي اكتر فكره مرعبه بالنسبه لي في الموضوع. ما فيش اي حاجه مخوفاني قد الفكره دي، انه حد فينا يموت قبل التاني بكتير. يعني تفكيري انه انا للاسف ما عنديش حل ليها، يعني معلش هو كده الحاجه، يعني الحاجه اللي بتعزيني يعني انه بذلنا مجهود في حياتنا، واتمنى انه يفضل مستمر، اننا نحيط نفسنا بناس فعلا كويسه وفعلا قريبين مننا، سواء عائلاتنا او اصحابنا، بحس ان دايما تقصد يبقى في مجتمع، يعني في بالظبط في مجتمع فعلا يعني قريب قرابه الدم، يعني حتى لو هم اصحابي، مش احنا اخوات بالدم، بس هي علاقه بيننا طويله وممتده، وبستثمر فيها جدا. واحد اهداف الاستثمار فيها هو ده فعلا، يعني انه السند لما اكبر من بقى اصحابي دول او من عيالهم، يعني ايا كان، لو اصحابي نفسهم عواجيز او ماتوا. بس هي فعلا فكره انه حد فينا يموت قبل التاني بكتير، دي فكره مرعبه، بس انا ما عنديش ليها حل تماما، دي ما فيش فيها اي
حلول يعني. غير اني مش مستعد ادفع الثمن اللي يعوض ده. مش عايز ادفع. لو كان الثمن يبقى فيه حد، لا واحد زيك كمان هيبقى شايف ان انا هعذب، يعني لو في طرف مات في طرفين هيتعذبوا، ابن او ابنه وانا او اللي فاضل بقى. بالظبط. فهتبقى مأساة يعني. اغلب القناعات اللي بتكون بره العرف السائد او بره السياق اللي الناس المتعارف عليه، زي في قصتك ان انت واحد قرر انه ما يكونش عنده اطفال، وانه ياخد القرار ده وعنده المنطق بتاعه في كده، انه يعرضه بشكل هادي. نص افكارنا بتروح لما نعرضها واحنا بنتخانق. هو انا شايف انه مش، لا انت بتقول بمنتهى السلاسه انا واحد عارف امكانياته وعارف ان انا صعب يكون في حياتي طفل اقدر اديله من طاقتي اللي هي انا مهزوزه طول الوقت او فيها شيء مش قد المسؤوليه دي. ده اعتراف عظيم جدا يعني. اتمنى ان كل الناس اللي بتسمعنا وبتتفرج علينا تبقى مستوعبه ده في حدود كده، ما تحطوش في مساحه اكبر. انا انت مش بتنادي بده. بالظبط. اشكرك جدا جدا. شكرا ليك.